الإسلامية. عن محمد البرادعي كمرشح محتمل رئاسة الجمهورية، هتعطوا أصواتكم كسلفيين تحديدا سلفي الإسكندرية لمن سيعطون أصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أنا ممكن النهاردة أقول لك المعايير فقط، لكن مش هقول لك مين، لأن أولا نتكلم عن المعايير. الهوية الإسلامية يكون مؤمن بها، الكفاءة، النزاهة، بس. ممكن تخرجوا عن دايرة المرشحين الإسلاميين؟ وارد جدا. وارد جدا. لا، بس على الأقل يكون مؤمن بالهوية الإسلامية. هم كلهم قالوا ان هم مؤمنين بالهوية الإسلامية. يعني انا طبعا ما حدش بيدخل جوه القلوب، بس على الاقل تكون تصريحات مستقيمة في خط واحد، ما تكونش بتروح شمال. مش شاعرين ان السلفيين ميالين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ بلا شك. يعني لو هاخد بس النقطة الأولانية لوحدها هيبقى هو رقم واحد وفارق كتير جدا عن التانيين، لكن انا بقول في 3 نقاط، فعشان كده يعني لو الهوية الإسلامية يبقى حازم صلاح ابو اسماعيل اكيد. والنزاهة والكفاءة لسه في كلام. وطبعا النزاهة طبعا الشيخ حازم، لكن الكفاءة في دولة زي مصر بحجم مصر، انا طبعا لا اقدح في كفاءة الشيخ حازم، ولكن لا استطيع الان ان انا اعقد موازنة بين اولا القايمة ما اتقفلتش لسه، ثانيا لازم اقدر حجم الصعوبات اللي هتواجه الرئيس القادم على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الدولي، وبالتالي ما ينفعش اتورط انا النهارده وعشان بحب الشيخ حازم او لكن الحقيقه في واضح انه في ميل عموما، هذا ما نسمعه على الاقل في وسائل الاعلام. انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا شبابنا عنده قدر من الحريه، انا قلت في بعض البرامج احنا الحريه اللي لشبابنا اعلى بكتير من حريه الشباب الليبراليين.